احنا احنا هنشوف ايام سودة. فاكر انت القصة بتاعت مباراة القمة؟ فاكر انت القصة دي مباراة القمة يا عم احنا هنلعب الماتش بحكام اجانب، قال لك لا، حكام مصريين. يا عم يرضيك يرضيك، حكام اجانب، قال لك لا، احنا عاوزين حكام مصريين. احنا بندعم الحكام المصريين، بنعشق الحكام المصريين. طب يا عم ازاي يا عم؟ قالوا زي انا بقول لك كده يا باشا، معلش، انا عاوز حكام مصريين. فطبعا الاهلي رفض الموضوع دوت، واعتبروه ان هو مهزوم، والزمالك هو اللي فايز وخد ال3 نقط وزي الفل. تروح يا ايام وتيجي يا ايام، ويروح الايه، الاهلي هيلاعب بيراميدز، هنلعب المباراه ديت بحكام اجانب، قال لك لا، ايه لا ده احنا اصلا احنا والزمالك اخوات، بنعمل كل حاجه مع بعض. طب ليه يا عم؟ قال لك كده يا باشا، معلش. انا ما انا عايز حكام مصريين. فالدنيا بقى انتوا حتى ايه، فقال لك لا، المباراه ديت بحكام اجانب. كلام جميل كده. طيب. انت عارف انت اللي هو بتاع في فيلم صباحه كذب، لما احمد ادم بيقول لك ايه، خش يمين في شمال هتلاقي مطب، اوعى تلبس فيه لبس. هما الاتنين بقى، هما الاتنين، اهلي والزمالك، بيراميدز والزمالك، هيقابلوا بعض في النهائي كاس مصر. راح رابطة الأندية واتحاد الكورة قال لهم احنا الماتش ده هيتلعب بحكام مصريين. يلا بقى. اصلا. طب وبعدين؟ طب ايه رأيكم؟ ايه بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ مين فيكم بقى اللي هيقول حكام اجانب؟ مين؟ يعني انا عاوز افهم بقى، مين فيكم مين؟ كنتوا معترضين انتوا، دلوقتي ايه؟ هتلعبوا نهائي كاس مصر بحكام مصريين. كل واحد فيكم دلوقتي بيفكر للتاني، لا نسكت لحد ما نشوف الزمالك هيعمل ايه، والزمالك بيقول نسكت لحد ما نشوف بيراميدز هيعمل ايه. وفي الاخر هتلعبوا الماتش بحكام مصريين، وواحد فيكم اول ما يخسر يقول لك احنا كنا عاوزين بحكام اجانب. سلام سلام.